سويس رول اوريو من غير بيض ولا فرن ولا دقيق، بمكونين 2 بس. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وكمان طعمه بيبقى حلو قوي قوي قوي. يلا بينا نبدأ. في الوصفة دي هستخدم بسكوت الاوريو، هطحنه في الكبة، ومعايا كوباية من اللبن، بس مش بضيفها كلها مرة واحدة، هنزل بيها شوية بشوية لحد ما البسكوت يلم معايا ويبقى عامل كده زي العجينة. هفضل اضيف معلقتين معلقتين كده من اللبن لحد ما اوصل للقوام المطلوب. اول ما الاقي خلاص البسكوت ان هو بدأ يلم معايا كده، هبطل اضيف له لبن خالص، وهفضل اعجنه بقى كويس قوي. اختياري كمان هضيف معلقتين كبار من الكاكاو الخام. هقلب بقى كويس تاني لحد ما كل الكاكاو يدوب. كده بقى عندي شبه عجينة. هجيب بقى صينية مستطيلة، او انا كان عندي القطاعة الخشب دي، هفرش عليها بلاستيك راب. لو مش متواجد عندك ممكن اي كيس بلاستيك عادي جدا من بتاع السندوتشات هينفع برضو. هنزل عليه بالعجينة، وهغطيه كمان بستريتش. هبدأ بقى ان انا افرد البسكوت ده لحد ما يبقى شكله مستطيل كده. هتلاقيه بيتفرد معاكي بكل سهولة، في دقيقة واحدة بس هتلاقي نفسك عملتي الشكل اللي انتي عاوزاه. هفرده بقى كده كويس، وابدأ ان انا اظبط الجوانب علشان تبقى شكلها مستطيل كده. تمام كده الجوانب بتاعتي كلها اتظبطت خلاص. هشيل بقى العجينة دي كده في التلاجة لحد ما احضر الكريم شانتيه. عشان الانواع بتختلف وطريقة التحضير بتاعتهم كمان بتختلف، فشوفي طريقة التحضير اللي موجودة في ظهر الكيس في النوع اللي معاكي. هضربه بقى كويس كده بالمضرب الكهربائي لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. هطلع بقى البسكوت من التلاجة واشيل من عليه البلاستيك راب. هتلاقوه بيتشال معاكم بكل سهولة، مفيش مشكلة فيه خالص. لو لقيتي اي حاجة لازقة فيه مفيش مشكلة، في الخطوة اللي جاية كل ده هنعالجه يعني عادي. هفرد بقى الكريم شانتيه عليه كله بالشكل ده كده. بعد كده هبدأ ان انا الف البسكوت. علشان كده بقى انا من الاول خالص كنت حاطه البلاستيك رام من تحت، ده هيساعدني جدا في لف الرول. الفه بقى كويس قوي، واجي من عند الجوانب واقفلها علشان تقفل الكريم شانتيه ما يخرجش منها خالص. بقفلها كده كويس، ابدا ان انا الفه كده بالشكل ده علشان ياخد معايا شكل رول، شكل مرتب وحلو. بدخلها بقى الفريزر من نص ساعة كده لساعة، وبعد كده بخرجها، بشيل من عليها البلاستيك راب. لحد هنا كده انتي ممكن تقطعيها وتقدميها تمام. انا بقى حبيت ان انا اعمل عليها صوص شوكولات كده، يبقى شكله حلو وطعمه كمان حلو جدا.
لو حابين اعمل فيديو لصوص الشوكولات ده صوص كده اقتصادي انا عاملاه في البيت وطعمه بجد حلو قوي. حطيتها بقى في طبق التقديم، بس بجد شكلها حلو جدا وطعمها حلو قوي. اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واستنوني في الوصفة اللي جاية.